وبتراعي الفروق الفرديه ما بين الاشخاص، فعارف هتوصل لده وتقول له ايه وتوصل لده وتقول له ايه. لو انت عاوز تكتشف شخصيتك والمسار الوظيفي او انت المفروض تبقى تشتغل ايه، فالاختبار ده ليه. كل اللي عايزاه منك، كل اللي عليك انك انت تعمله انك انت تبص للصوره دي كويس جدا، واول حاجه شفتها في الصوره دي هي ايه. انا هرغي شويه، ممكن تقدم الفيديو شويه. اكيد كل واحد فينا هيلاقي في الاخر الوظيفه اللي هو عاوز يعملها، بس بالنسبه لحبه كده وبحسب البيئه اللي هم عايشوا فيها بيجي الوقت دوت او ان هو يلاقي الوظيفه ده اسرع منك بكتير جدا. وعايزه اقول لك كلنا بنواجه نفس المشكله دي واحنا صغيرين. انا عاوز ابقى ايه؟ كان السؤال اساسي في المدرسه وانت صغير، انت نفسك تكون ايه؟ فكر كتير جدا، انا عايزه ابقى ايه؟ يا ترى مهندس، يا ترى دكتور، يا ترى ضابط. وطبعا بنجيب لك بقى البدله والشكل والكاستم والحاجات دي. وده طبعا كان نوع من انواع التسليه بالنسبه للناس، ان هي تسال الطفل انت عاوز تبقى ايه. وعايزه اقول لك مش وانت طفل بس اللي انت مش لاقي الاجابه، في ناس كبيره وبتشتغل ولحد دلوقتي مش لاقيه اجابه السؤال ده. لو انت مش متاكد من اللي انت عايز تعمله فما تقلقش خالص، في ناس كتير قوي زيك. وعلشان كده الاختبار ده معمول علشان خاطر يساعدك ويساعد غيرك في انك انت تعرف ايه هي الوظيفة او الحاجة اللي انت نفسك تكون بتعملها في حياتك. كفاية بقى رغي كتير ويلا نطلع على التحليل. لو اول حاجة عينك جت عليها او شفتها هي شكل الحلزون، في علم البيئة الحلزون ده معناه الحركة البطيئة جدا. هو شايل البيئة بتاعته كلها ومعتمد على نفسه جدا. هو بيتحرك ببطء شديد جدا او بيفكر في الحاجة كويس جدا قبل ما يعملها. هو كمان يعتبر كده حاجة مسالمة جدا، كائن مسالم قوي 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 قوي، ولا بيعمل حاجة ولا بيزعل حد ولا بيضايق حد. فلما يكون الحلزون ده أول حاجة شفتها فده بيعكس شوية صفات عن شخصيتك. هنمسك بقى حاجة حاجة ونقولها. أول حاجة أنت شخص اجتماعي بطبعك. هقول لك إن أنت مناسب معاك جدا أي حاجة ليها علاقة بالتفاعل الاجتماعي، وده معناه إنك أنت بتحب قوي تتعامل مع الناس. ده أنت كمان بتعرف تفهمهم كويس جدا وتفهم مشاعرهم. إنك أنت تبقى وسط ناس كتيرة دي حاجة مش مرهقة أبدا بالنسبة لك، بالعكس خالص، دي حاجة بتشحنك كده وتديك طاقة كتير. وأكيد طبعا هتكون بتعرف تسمع وتتكلم وتتناقش في أي موضوع، ما دي حاجة قوي سهلة بالنسبة لك. ده انت كمان هتعرف تقنع اللي حواليك بالحاجة اللي انت عاوز تقولها. فطبعا بديهي جدا ان انت لو اشتغلت حاجة في المبيعات هتكون تحفة جدا ليك. عارف كمان ان انت ساعات كتير قوي بتحب الهدوء وتقعد مع نفسك، بس ده مش معناه خالص انك انت منعزل، بالعكس انت اجتماعي جدا جدا جدا. تاني حاجة طريقة تفكيرك. طريقة تفكيرك هتلاقيها فيها تعاطف وإنسانية جدا. أول وظيفة هتيجي على بالك لما نقول الكلمة دي فهتقولي مثلا حاجة فيها موارد بشرية، وده علشان خاطر دايما بتفكر في حاجة تنفع الإنسان أكتر من الحاجة اللي تضره، أو أكتر من الحاجة المفيدة للعمل أكتر من الإنسان، لأنك بتركز قوي على المشاعر والدوافع والأهداف. ودايما بتسأل نفسك سؤال معين جدا: هو ليه الشخص ده اتصرف كده؟ وعلى فكرة ده تفكير اجتماعي حلو جدا. تالت حاجة الموارد البشرية اللي أنا قلت لك عليها إن هي تنفعك إنك أنت تشتغلها، فدي مجرد مثال بس مش أكتر. أكيد دي مش الحاجة الوحيدة اللي ينفع تشتغلها علشان خاطر بتراعي مشاعر الآخرين، يعني مش شرط بالذات تشتغل HR، بس أي وظيفة فيها تواصل مع البشر زي ما قلت لك مثلا المبيعات، فدي هتكون حاجة حلوة جدا قوي ليك. الفكرة مش الوظيفة اسمها إيه، الفكرة في طبيعة الوظيفة، بتهتم بالناس وبمشاعرهم وأحاسيسهم ولا لأ. رابع حاجة اقوى سلاح عندك هو انك انت ذكي جدا اجتماعيا. اي وظيفه بتعرف تستغل فيها ذكائك وقدرتك على التواصل مع الاخرين، ده انت كمان بتعرف تعبر فيها عن مشاعرك ومهاراتك، وده اكيد طبعا معناه انك انت بتعرف تتكلم بالواقع كويس جدا، وده اللي قلناه قبل كده. وكمان بتعرف توصل افكارك بسهوله وبتقنعهم بيهم، وبرضه قلته لك قبل كده عندك قدره رائعة على الإقناع والتأثير، وبتعرف على حسب شخصية اللي قدامك تقول إيه وما تقولش إيه. وده نوع ذكاء مهم جدا 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 في الحياة العملية، وساعات كتيرة قوي أهم من الذكاء الأكاديمي، درست إيه وعملت إيه فأنت فاهم وكويس جدا. لا، الحياة مهمة قوي. لو جينا نتكلم في خامس حاجة، أنا عارفة إن أنا طولت قوي بس أنا بفصصك حتة حتة علشان خاطر تعرف أنت عاوز تعمل إيه. نيجي بقى لخامس حاجة، أنت عارف إنك أنت نجاحك مرتبط جدا بالناس مش بالارقام، وانا من هنا بضمن لك انك انت ناجح جدا اجتماعيا، علشان خاطر انت كل ما زادت العلاقات بتاعتك كل ما زادت فرصتك في النجاح، لان الناس بتحب تتعامل معاك قوي، وحضورك كمان ليه كده بهجة وطاقة إيجابية ومريحة. ده انت كمان بتعرف تعمل علاقات اجتماعية تكون بيها شبكة كبيرة جدا من المعارف، وده
هو سر نجاحك الحقيقي. وصلنا بقى لأهم نقطة، ايه هي الوظائف اللي هقولك عليها بناء على شخصيتك وبناء على انك انت الحاجة اللي انت شفتها مناسبة معاك. اول حاجة قلناها انك انت تشتغل حاجة في الموارد البشرية اللي هو الاتش ار، علشان طبعا انت بتعرف تفهم الناس وبتعرف كمان تحل مشاكلهم، ودي اهم صفة من صفات الاتش ار. وبتعرف تعمل حاجة مهمة جدا، بتعمل كده توازن ما بين مصلحة الوظيفة ومصلحة الشخص اللي بيشتغل. تاني حاجة انك انت تكون مدير للمكتب، لان انت حلقة وصل بين ناس كتيرة قوي وكمان علاقاتك بيهم حلوة جدا، فانت هتعرف تمشي الحاجة اللي بتحصل او الامور اللي بتحصل او المشاكل اللي بتحصل بهدوء كده وهتعرف تحلها. تالت حاجة، ودي ما خطرتش اعتقد على بالك قوي، انك انت تكون مدرس. عارف ليه؟ عشان انت بتعرف توصل المعلومة بشكل سهل، وبتراعي الفروق الفرديه ما بين الاشخاص، فعارف هتوصل لده وتقول له ايه وتوصل لده وتقول له ايه. انت اصلا بتاثر على الناس مش بتشرح المعلومه. رابع حاجه ودي غريبه جدا، انك انت تشتغل سائق او سواق. انا عارفه ان هي تبان لك حاجه غريبه وملهاش معنى، بس تعالى هقول لك ليه. الشخص اللي بيسوق فهو بيبقى شخص مسؤول جدا، ده كمان بيبقى صبور وهادي وبيتعامل كل يوم مع انواع من الناس مختلفه جدا. طب خامس حاجه، دي حاجة أكيد برضو خطرت على بالك، إنك أنت تكون أخصائي اجتماعي، ودي عايزة أقولك إن هي أنسب حاجة ليك جدا، لأن أنت بتحب قوي تحلل السلوك وبتحب تساعد، تفهم كويس جدا أزمة البني آدم اللي قدامك إيه هي وعلى أساسه بتتعامل معاها. طيب الخلاصة كده، لو أنت شفت الحلزون، فأنت في الغالب اجتماعي وصبور وإنساني وذكي جدا عاطفيا، ونجاحك مربوط جدا بالناس، مش ابدا انك انت تكون بعيد عنهم. طيب لو شفت اول حاجه شكل بقى الجمجمه في التحليل النفسي مش بيعتبروه شكل مرعب او مخيف زي ما احنا فاكرين، ده بيعتبر رمز للعمق جدا وكمان التفكير الواعي بالمعنى الحقيقي. الجمجمه في علم النفس بترمز للعقل والفكر والتامل والوعي والبحث عن المعنى. هتقولي ايه الكلام الكبير ده؟ هقولك هي كمان مرتبطه بالفلسفه قوي وبالفن والاسئله الوجوديه. ده حصل لي، بتبين قوي ان الشخص ده بيهتم قوي ويعرف التفاصيل، مش بياخد كده بالحاجه السطحيه كده وخلاص. وعلشان خاطر انت شفت الجمجمه اول حاجه، فانت شخص بتفكر بعمق قوي وبتدور على المعنى والمغزى في كل حاجه واي حاجه بتتقالك او تحصل. نوعك قوي بيناسب مجال الفنون. ليه بقى تحديد الفن؟ علشان خاطر الفن دايما بيبقى وسيله للتعبير عن الافكار وتعبير قوي عن العمق. شايف الصوره دي عميقه ازاي؟ فانت هتقول كده، فانت هتعملها اصلا كده. والشخص اللي دايما عقله دايما كده شغال على الرموز والمعاني بيلاقي نفسه قوي في التمثيل والموسيقى والكتابه والرسم. الفن اصلا في العموم هي لغه داخليه، مش مجرد هوايه بس وخلاص. هتقولي انا شفت الجمجمه ومش كده خالص، وده علشان خاطر ممكن يكون الموضوع بيختلف من واحد للتاني. يعني مش كل اللي شاف الجمجمة هو فنان بنفس الشكل من الفن العميق. في شخص ممكن يكون بيعبر بالرسم، شخص بيعبر بالكلام، شخص بيعبر بالحركة، شخص بيعبر بالصوت. هنا بقى الاختلاف في طريقة التعبير في الموهبة نفسها. طب انت عارف انك انت ممكن تكون عارف فعلا شغفك الفني؟ ودي على فكرة جملة مهمة جدا نفسيا. يعني ايه؟ يعني انت جواك ميول فنية واضحة جدا، وممكن كمان تكون بتفكر فيها من زمان قوي، وممكن تكون واخدها كهواية مش قيمة. وعلى فكرة ساعات كتير قوي الشغف عندنا بيظهر من الطفولة، هو بيظهر فجأة في مرحلة متأخرة. انت مثلا ممكن تكون مغني او ممثل او كاتب، زي مثلا المغني فهو بيعبر عن مشاعره واحاسيسه بالصوت، حساس للنغمة والايقاع، عنده قدرة ان هو يوصل الاحساس. مش دايما بنقول الفرق ما بين المغني ده والمغني ده ان هو احساسه وصل لي في الاغنيه، او ممثل انك انت بتفهم عمق الشخصيه كويس جدا وبتعرف انك انت تمثلها صح، بتلبس كده الادوار المختلفه بسهوله، عندك ذكاء عاطفي عالي جدا، او انك انت كاتب بتعرف تكتب المشاعر وتحللها كويس قوي، وبتفهم النفس البشريه، وبتحب انك انت يبقى عندك عزلة إبداعية. وأهم حاجة هقولها لك إنك أنت مش مهم أبدا تكون عارف كل الحاجات دي. الشغف عندك مش لازم يكون واضح جدا دلوقتي. الإبداع مش دايما موجود عندنا. دايما بيقولك أنا فقدت الشغف. قد ايه الجمله دي مهمه جدا، وقد ايه بتعرف تحسها كويس قوي، وقد ايه انا حسيتها برضه. انت ساعات تكون محتاج انك انت تجرب، او محتاج وقت يكون حد يشجعك فيه علشان خاطر تعمل الحاجه دي. عدم او انك انت تكون مش عارف الحاجة دلوقتي ده مش معناه خالص انك انت تكون فاشل. نيجي بقى للوظائف، احنا قلنا رسام او راقص او مغني او كاتب او حتى بتعلم الرسم. ليه بقى رسام؟ علشان خاطر انت عندك رؤية بصرية قوية جدا وبتعرف تعبر من غير ما تتكلم عن طريق الرسم. الرسم بالنسبة لك ده نوع من انواع التفريغ النفسي. طب وليه بقى راقص؟ ما هو برضه ده على فكرة تعبير للجسد. شاعر
بتتحول على طول لحركه. حساسيه وحساس جدا للايقاع، بتعرف تطلع الحركه مظبوط. مغني، عندك تواصل كده وبتعرف توصل مشاعرك للناس. ولو كاتب فانت بتعرف تكتب التحليل المظبوط للمشاعر. مدرس رسم فانت بتعرف تعمل دمج كده مع الاخرين. انت كمان بتعرف تاثر عليهم وبتعرف تطلع منهم مشاعر حلوه جدا. الخلاصه انك انت لو شفت الجمجمه اول حاجه فانت في الغالب عميق قوي للتفكير وفني جدا حساس، وكل الحاجات دي فطرة عندك، وعندك العالم الداخلي بتاعك الغني ومليان حاجات، بس محتاج وسيلة انك انت تعرف تعبر بيها عن كل اللي جواك. انت كمان مش روتيني خالص ومش شخص تقليدي نهائي، انت شخص بيفكر وبيحس وبيعرف يعبر. اخر حاجة لو شفت الخريطة، اول حاجة الخريطة دايما بترمز للتخطيط والتنظيم والرؤية بعيدة المدى، وعلشان خاطر انت اول حاجة عينك جت عليها فده معناه انك انت عقلك متعود ان هو يشوف الصورة الكاملة وانه يدور على الخريطة والطريق الصح قبل ما يمشي فيه، وبتحب تعرف كويس قوي انا رايح فين قبل ما اتحرك. في علم النفس الخريطة معناه يعني العقل التحليلي، بتعرف تفهم العلاقات بين الأشياء. بتبين قوي إن الشخص ده بيحب قوي التنظيم والتخطيط وربط الأسباب والنتائج. أنت شخص نادر أبدا 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 إن هو يمشي بعشوائية، وعارف قوي إنك أنت مناسبك العمل التحليلي علشان خاطر أنت بتحلل المشكلة كويس قوي 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 قبل ما تتحرك، وبتمسك اي حاجه معقده كده وبتفصصها حته 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 لاجزاء صغيره علشان خاطر تعرف تحلها. ده انت كمان بتعرف تشوف ايه الحاجه المشكله اللي ممكن تحصل قدام وتعرفها من بدري من قبل ما تحصل. فانت قراراتك دايما محسومه مش اندفاعيه خالص، وده تفكير استراتيجي جدا. الوظائف المناسبة ليك قوي 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 طبعا هو مهندس، علشان خاطر الهندسة محتاجة تخطيط، تعرف تقرأ الخرايط والرسومات، بتحول أي فكرة لمجرد حاجة واقعية بالنسبة لك، وده بيتوافق قوي مع طريقة تفكيرك. ممكن كمان تكون عالم. العلم محتاج انك انت دايما تفترض الحاجة وتجربها وتشوف النتائج. ده انت كمان بتعرف تحلل النتائج، انت شخص عارف وبتفهم ليه وازاي. انت عارف انك انت مميز جدا في مجال الهندسه المعماريه، علشان خاطر الهندسه المعماريه او العماره عباره عن دمج ما بين العقل والمنطق وبين انك انت شايف الحاجه والمشكله. محتاجه كمان انك انت تكون بتعرف تخطط لبعيد، ودي حاجه طبعا اكيد عندك وحاجه لايقه عليك جدا وعلى شخصيتك وطريقه تفكيرك ودماغك. خلي العالم المعقد ده يستفيد جدا من تفكيرك. المعنى لكل ده ان العالم مليان مشاكل معقده ومش كل الناس بتعرف او بتقدر ان هي تحللها وتعرف تلاقي لها حل. انت بقى من النوع اللي مش ممكن يهرب ابدا من اي مشكله، بالعكس دي بتستفزك جدا. تعالي لي كده انا همسكك افصصك حته حته وكمان الاقي لك حل. الخلاصه النفسيه لو شفت الخريطه اول حاجه فانت في الغالب عقلاني وتحليلي ومنظم وبتفكر دايما لقدام وبتحب الوضوح قوي، كمان بتحب التخطيط جدا. نجاحك الحقيقي مش ابدا في الفوضى، هو طبعا في التخطيط والترتيب. مش كل الناس بتحب المشاكل المعقده، بس في ناس زيك بتحب قوي الحاجات دي علشان خاطر تحللها. عايزاك تفتكر دايما ان مفيش اختبار صح ومفيش اختبار غلط، كل واحد فينا ليه طريقة مختلفة جدا، بس كل طريق ليه قيمة مكانة وليه نجاح. المهم انك تفهم شخصيتك، تحترم قوي طريقتك، واوعى ابدا تقارن رحلتك برحلة غيرك. ولو حابب تعرف اكتر عن نفسك اكتب لي في الكومنتات ايه اول حاجة عينك جت عليها في الصورة، حلزون ولا جمجمة ولا خريطة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وتسيب لي كومنت. استناني في فيديو جديد نكتشف فيه نفسنا اكتر.